السلام عليكم الدراري. جينا نهضروا على واحد اللاعب اللي تظلم كثير من طرف الناخب الوطني وليد الركراكي اللي هو سفيان الرحيمي، لاعب العين الاماراتي. هذا اللاعب هذا اللي تالق بزاف ديال المقابلات مع العين الاماراتي، وتالق في المقابله ديال البارح اللي كانت بين العين وبين النصر السعودي. كنعرفوا ان النصر السعودي فيه لاعبين اللي من المستوى لاعبين اللي جايين من فراقي اللي كبيره، اذا لاعبين من الصنف اللاعب رحيمي البارح بزاف ديال الجماهير كانت كتنتقد وكانت كتقول ان هذا اللاعب هذا كيلعب في الامارات بطوله اللي ناقصه بزاف، خصوصا على الدوري السعودي، لاننا كنا كنجيبوا بزاف ديال اللاعبين من الدوري السعودي. حمد الله وبونو سايس كنا كنقولوا ان الدوري السعودي اقوى من الدوري الاماراتي. داكشي علاش وليد الركراكي كيجيب هاد اللاعبين بالضبط وما كيجيب سفيان الرحيمي، لان الدوري الاماراتي اقل جوده من الدوري السعودي. البارح ما باش لينا فرق كبير بين الدوري الاماراتي والدوري السعودي، لان البارح المقابله اللي لعب فيها الاماراتي اللي كان الكعب ديالو عالي على النصر السعودي، وكان كيقدم اداءات اللي كبيره اللي خلات النجم ديال فريق الرجاء الرياضي والنجم ديال العين الاماراتي حاليا سفيان الرحيمي يتالق في هذه المقابله هذه، وقدر انه يماركي الهدف اللي خلى الفريق العين الاماراتي انه ينتصر البارح. هذا كيبقى افضل جواب للناخب الوطني وليد الركراكي اللي قال ليه انني كنت استحق انني نكون في التشكيله للعبه كاس افريقيا. تم الاقصاء ديالو وتم التهميش ديالو كذا من مره، لكن سفيان الرحيمي كيجاوبنا وكيرد علينا في الملعب انني استحق انني نكون في المنتخب الوطني المغربي، وانني كان بالامكان انني نجي نقدم الاضافه في كاس افريقيا اللي فات لولا الاختيارات البشريه اللي دارها وليد الركراكي اللي ظلمات هذا اللاعب. هذا لاعب اللي متكامل، ممكن انه يلعب في اي فرقه، خصوصا في الدوري الفرنسي او في الدوري البرتغالي او حتى في الدوري الايطالي. هناك كثير من اللاعبين اللي نادى لهم وليد الركراكي اللي كان من الامكن ومن الافضل انه ينادي على سفيان الرحيمي في بلاصتهم، لانه اكثر جوده، افضل لياقه بدنيه، ولاعب اللي واعر. البارح اللي قدر انه يماركي واحد الهدف انا متاكد لو كان تعطيه للنصيري ولا الزلزولي كانوا غيضيعوه بواحد الطريقه اللي بشعه. لكن اللاعب اللي يقدر انه يراوغ حارس اللي عالمي ودفاع اللي عالمي وانه يمارك بديك الطريقه الفنيه. وايضا الهدف الثاني رغم التسلل ماركه بواحد الطريقه اللي واعره بزاف. لو كان شي واحد في المنتخب الوطني كون متاكد 1000% انه ما يقدرش انه يماركي هذاك الهدف بديك الطريقه، كان غيضربها في الحارس ولا كان انه غيرفعها بعيد. هادشي اللي كيبين لينا الجوده ديال هذا اللاعب. هذا لاعب اللي متظلم، واي واحد كيقول ان هذا اللاعب هذا ما كاينش بلاصتو في المنتخب الوطني، اما عنده حساسيه من الفريق اللي لعب فيه ديجا اللي هو فريق الرجاء الرياضي، ولا انه ما كيحملش اللاعب شخصيا، ولا انه ما كيفهمش في الكره. لان اللاعب يستحق ان يحمل قميص ديال المنتخب الوطني على الاداءات اللي كيدير مؤخرا مع الفريق ديالو العين الاماراتي. لاعب الذي يستحق انه يكون في التشكيله ديال وليد الركراكي في قادم المسابقات، والا ما كانش عرف باللي ان هناك حسابات ضيقه مع هذا اللاعب وكيحاولوا انهم يحاربوه من احد الاطراف في الجامعه ولا وليد الركراكي بحد ذاته، لان لاعب بين انه ممكن انه يجي ويقدم الاضافه كبيره للمنتخب الوطني في قادم المسابقات.